السلام عليكم متابعينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذا الموجز الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. الدولة تنهي العمل بمحطات الحافلات المستقلة. قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول. يتواصل العمل على تنفيذ نموذج جديد لمحطات الحافلات القادرة على تلبية تطلعات المواطنين. هذا ما أكده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي أشار إلى أن ذلك سيتم في إطار شراكة بين وزارة الداخلية وقطاعات حكومية أخرى والمتدخلين المحليين، لا سيما الجماعات المحلية. وبذلك تكون الوزارة قد وضعت برنامجا وطنيا يخص جميع محطات الحافلات في المملكة، وسيتم تنفيذه تدريجيا. وفي هذا السياق قد تم بناء عشرات محطات أو قيد الإنشاء في مدن الرباط، طنجة، مراكش، تازة، العرائش، تزنيت، وزن، الرشدية، المضيق، الناظور وغيرها. وشدد الوزير على ضرورة القطع مع وجود محطات مستقلة الخاصة بشركات النقل الطرقية.